الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند توقيف السلطات المصرية 200 ناشط على الأقل من بينهم جزائريون ومغاربة في مطار القاهرة وفنادق في العاصمة قبيل انطلاق المسيرة العالمية إلى غزة التي تدعو إلى كسر الحصار عن القطاع. وفقا للمتحدث باسم المبادرة، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قافلة الصمود المغاربية المتجهة إلى غزة تواصل فيه عبور ليبيا في انتظار سماح السلطات المصرية لها بدخول مصر برا. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد فارس، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا بيك يا أستاذ حكيم، سعيد بوجودي مع إعلامي كبير زي حضرتك وعلى شاشة محترمة فرانس 24. أهلا بيك. العفو، مرحبا بك ومرحبا بضيفي. كل الترحيب في الجانب المقابل من تونس العاصمة السيد خالد كرونا الكاتب الصحفي. سيد خالد كرونا، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا بك وبجمهور فرانس 24 وبضيفك الكريم أيضا، مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم، كل الترحيب. إذن السؤال أبدأ معك سيد خالد كرونا، ما تعليقك على هذه التوقيفات في المطار في القاهرة والفنادق، وأيضا على بيان الخارجية المصرية الذي يؤكد على أهمية ممارسة ما وصفه بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع، ويشدد في الوقت نفسه على ضرورة حصول الوفود الأجنبية على موافقات مسبقة قبل زيارة المنطقة الحدودية؟ يعني أعتقد أن موقفي هو موقف كل مواطن عربي، كل مواطن تونسي أو مغربي أو جزائري أو موريتاني أو مصري بطبيعة الحال، هو لأن هذه الحركة المواطنية، هذه الهبة العالمية، هي هبة في نهاية المطاف لا تستهدف لا أنظمة ولا حكاما ولا أحزابا، هي أنظمة تريد وقد أعلنت هذا بوضوح، تريد المساهمة في الضغط من أجل رفع الحصار عن غزة. يعني هؤلاء لم يجيئوا معهم بمتفجرات، لا يحملون معهم قنابل، يحملون فقط معهم إيمانهم بحق الحياة لآلاف يذبحون كل يوم في حرب إبادة لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلا. وأنا أظن أنه من الناحية المنطقية التحدي والاختبار الذي تعيشه مصر العربية هو كيف تجد هذه المعادلة اللازمة بين قوانينها وإجراءاتها وبين تجسيد تضامن شعبها قبل باقي الشعوب. كيف تجسد هذا الأمر في الواقع؟ يعني دعنا نتجاوز المسألة التقنية، لأننا نعرف قدرات مصر، قدراتها الإدارية، قدرات مصر الرقمية. يعني المشكل التقني هذا ينبغي أن يطرح جانبا. المشكل بالأساس في تقديري هو مشكل سياسي، وأرجو يعني أن يتم تدارك هذا الموقف، لأن المصريين أول من يستفيد من تخفيف الاحتقان في غزة، شأنهم في ذلك شأن كل العرب الذين يريدون أن يروا الفلسطينيين وقد رفع عنهم القليل من هذه المظلمة الكبرى التي تحصل أمام شاشات العالم وأمام أعين الدنيا كلها من دولة الاحتلال التي لا تعترف بأي شيء من قوانين الدولية ولا التزاماتها ولا اتفاقياتها من خلال بيان الخارجية المصرية، هل تفهم منه ذلك أن مصر ماضية نحو منع عبور هذه القافلة؟ باختصار شديد لو سمحت سيد خالد كرونا. يعني البيان الذي صدر يوم أمس يوحي بأن هناك أرجحية للمنع، ولكن أعتقد أن التغيرات التي تجري بين ساعة وأخرى وطريقة التعامل والوفود التي تجيء إلى مصر حتى بالجو من دول أخرى وبما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، نأمل على كل حال أنا وسائر العرب وسائر المصريين أيضا نأمل جميعا أن تعدل الدولة المصرية موقفها، وأن تعرف أن هؤلاء لا يعادونها وإنما يعادون يعني إجراءات الوحشية في غزة. طيب، وحتى نفهم هذا الموقف المصري، معي من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور، هل ثمة ما يبرر هذا اليوم فعلا توقيف السلطات المصرية لهؤلاء الأشخاص وترحيل بعضهم قبيل انطلاق المسيرة العالمية إلى غزة؟ وهل ستسمح مصر لقافلة الصمود المغاربية بالدخول إلى أراضيها وتحديدا التوجه إلى رفح؟
اهلا بحضرتك يا استاذ حكيم، واهلا بضيفك الكريم الاستاذ خالد. سعيد بوجودي طبعا معاه. احنا كلنا طبعا في الاخر كعرب قوة واحدة، والجميع يسعى الى ضرورة ان يكون هناك وقف لاطلاق النار، ولكن من المفترض اننا لابد أن نتحرك في إطار الحرص على الأمن القومي العربي، والدولة المصرية كانت حريصة على ذلك باعتبار أن هذه القافلة تمثل تهديد خطير وتسعى إلى خلط الأوراق بشكل حقيقي. هذه القافلة اللي قوامها ما لا يقل عن 4000 شخص من أكثر من 80 دولة في العالم يثير الريبة. هم ليسوا فقط من أشقائنا الجزائريين أو التونسيين أو الليبيين، الدول التي مرت عليها القافلة، ولكن عندما نقول أن هذه القافلة تضم قرابة 80 جنسية أخرى، هذا عدد كبير جدا ويثير الريبة في العقلية المصرية. بالإضافة أيضا إلى أن هذه القافلة عندما تذهب إلى الحدود المصرية وليس الدولة المصرية ستكون هناك تداعيات كبيرة. هل هذه القافلة تحمل الكثير من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تريد بموجبها رفع الحصار عن قطاع غزة وإنفاذ المساعدات؟ بالطبع لا، هي لم تحمل ذلك. ماذا لو أقدمت إسرائيل وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تتحرك هذه القافلة باتجاه معبر رفح بأن يكون هناك عملا عدائيا من جيش الاحتلال بتوجيه ضربات أو الرصاص الإسرائيلي إلى هؤلاء النشطاء؟ من سيتحمل هذه المسؤولية؟ بالإضافة إلى نقطة أخيرة وهي من أهم النقاط، هذه القافلة لم تحمل أي شيء لخدمة ورفع الحصار عن قطاع غزة، بل أنها في ظني وتقديري ما هي إلا وسيلة استعراضية شعبية قرنفالية لا تمت للواقع بصلة. هناك بالفعل تحركات إيجابية من المفترض أن تحصل على واقع الأرض لكي يتم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الدولة المصرية لم تتأخر في ذلك. لك أن تتخيل أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش قام بعقد مؤتمر صحفي أمام معبر رفح بمشاركة أكثر من 50 وسيلة إعلامية، رئيس وزراء أسبانيا، رئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الفرنسي، وزيرة الخارجية الألمانية، كل ذلك أمام معبر رفح. كانت هناك أيضا مظاهرات من الشعب المصري أمام معبر رفح لمحاولة في العريش تحديدا ومحاولة رفع المعاناة عن الأشقاء في فلسطين. 80% من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي دخلت القطاع كانت من الشعب المصري ومن الدولة المصرية، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يزايد على دور الدولة المصرية. وعندما تمنع مصر هذه القافلة ليس إلا للحفاظ على أمنها القومي، لأن الأمن القومي سيصبح مهدد، لأن إسرائيل من الممكن جدا أن تستغل هذه القافلة لمحاولة تهجير الفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية بحجة أن هناك من يهدد أمنها القومي من ناحية الدولة المصرية ومن ناحية الحدود المصرية. كل هذه المعطيات تؤكد على أن الدولة المصرية تتعامل بذكاء شديد مع دولة إسرائيل التي تسعى إلى تكريس لواقع جديد، العمل على ضم قطاع غزة لإسرائيل، العمل على تصفية القضية الفلسطينية برمتها، وهو ما تقف إليه الدولة المصرية بالمرصاد من خلال الوقف في مواجهة هذه التحديات المتزايدة التي لا تواجه الأمن القومي المصري فقط ولكنها تواجه الأمن القومي العربي. طيب سيد خالد كرون، الكاتب الصحفي، لديك الكثير لترد عليه. هل تتفهم تحفظات ضيفي على طبيعة هذه القافلة التي وصفها بأنها شعبية وشعبوية كرنفالية لا تحمل أي شيء من المساعدات؟ يقول لك هل تتفهم أيضا في السياق ذاته الهواجس الأمنية لدى السلطات المصرية، لدى مصر، بشأن أمنها القومي، بشأن سلامة نشطاء هذه القافلة، قافلة الصمود المغاربية، وقلقها من بعض العناصر فيها كما عبر عن ذلك ضيفي، والتي ترى بعض الأطراف أن هدفها الرئيسي، حتى نقول الأمور بشكل صريح، هو إحراج مصر وتأليب الرأي العام فيها ودفع مصر لأن تكون طرفا رئيسيا في معادلة الحرب. كيف ترد على كل ذلك؟ يعني أولا ينبغي أن نبين أن مسألة الناحية المبدئية، مسألة الأمن القومي لا يهدده المتضامنون. الأمن القومي المصري نحن أيضا جزء من المدافعين عنه، من الحريصين عليه بطبيعة الحال. الأمن المصري القومي لا يهدده المتضامنون وإنما يهدده الصهاينة من الضفة الأخرى. هذا الأمر حتى لا نخلط الأوراق. ثانيا مسألة الريبة هذه، هذا المصطلح غريب في الأداء السياسي، لأن إدارة شؤون الدول في علاقاتها بالخارج وفي علاقاتها بضيوفها الذين يجيئون إليها ويدخلون
ويدخلون بجوازات سفرهم ويدخلون وقد ختموها في المطارات. هذا المصطلح خالي من كل تعبير ذي جدية. والنظر إلى هذه القوافل على أنها مجرد كرنفالات، أظن أننا ينبغي أن نتجاوز هذا الخطاب وأن ننظر المسألة في عمقها. هناك قضية مطروحة أمام العالم، جاءت هذه القوافل لتكسر الصمت ولتعلي الصوت. هذه مسألة واضحة. القوافل وخاصة القافلة المغاربية التي أريد أن أتحدث فيها قليلا تخترق الأساليب المألوفة للتضامن، تبتكر وتقدم مثالا. هي الذين شاركوا، أريد أن أنبه لأن الذين شاركوا في القافلة مثلا من تونس ليسوا جميعا لا معارضين للنظام في تونس ولا موالين له، هم أخلاط. الذين شاركوا في هذه القافلة من الجزائر ليسوا كلهم موالين لنظام الدولة الجزائرية. الذين شاركوا في ليبيا وساندوا، بالمناسبة ليبيا هي الجهة الرسمية الوحيدة الآن التي سمعنا منها موقفا واضحا من هذه القافلة. ما عدا ذلك هذه القافلة في الأساس هي قافلة مواطنية. صحيح أن هؤلاء الناشطين بطبيعة الحال لديهم أفكارهم ولديهم اختلافاتهم، ولكنهم في النهاية لا يحملون كما قلت لا رصاصا ولا متفجرات. وأريد أن أنوه هنا حتى لا يتم خلط الأوراق. أنا أعرف جيدا في تونس وربما في الجزائر وليبيا أيضا، نحن ربينا أبناءنا على أنغام وعلى أغاني الشيخ إمام، والشيخ إمام عيسى مصري، وربيناهم على أشعار أحمد فؤاد نجم، وأحمد فؤاد نجم العظيم مصري، وحفظوا وربما مع حليب أمهاتهم شعار مؤسس الجمهورية في مصر من أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. أظن أننا ينبغي أن نتجاوز هذا القول إن هذه القافلة أو هذه القوافل قد تضر بالأمن القومي المصري. هذا كلام لا يستقيم. أريد أن ينبغي توضيحه، وما أريد ما أود أن يحصل. بالعكس الدولة المصرية شريكة في محاولة الوصول إلى وقف إطلاق نار. هذا عندما تستقبل هذه القوافل هي ستعزز موقفها التفاوضي. الدولة المصرية مطلوب منها أن تنسجم مع تطلعات شعبها التي لا تختلف أصلا ولا تختلف إطلاقا عن تطلعات بقية الشعوب في التضامن مع الفلسطينيين. المطلوب الآن إيجاد هذه المعادلة. أما التعلل بما هو تقني وبما هو فهذا أمر بعيد. نحن نعرف قدرات الدولة المصرية ونحترم إجراءاتها ونحترم قوانينها، ولا نطلب ولا ندعو أحدا إلى التجاوز. بالعكس نحن نريد أن يكون كل شيء ضمن الإجراءات القانونية، وأن يكون كل شيء مع العلم أنه تم اختار السلطات المصرية حتى قبل أن تبدأ القافلة المغاربية بالرحلة. ووجدت فيما علمت وجدت من سعادة سفير مصر في تونس، وجدت التجاوب ووجدت حسن القبول أيضا. مطلوب من مصر أن تنسجم مع تطلعات شعبها، يقول ضيفي. حتى أعود إليك من القاهرة دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. قلق مصر يقول كثيرون. هو في سؤال لضيفك يا أستاذ حكيم لو سمحت. هو في سؤال صغير بس. هل لو أنا جبت هل سؤال صغير بس يا أستاذ حكيم من خلال حضرتك، هل لو أنا جبت 10,000 ولا 20,000 مصري ورحت على داخل الشقيقة تونس وعملت مظاهرات على حدود الجزائر، هل ستقبل تونس هذا الوضع؟ هل هذا لا يهدد الأمن القومي التونسي؟ طبعا مع الفارق أننا مع كيان إسرائيلي يريد نهب الأرض المصرية، يريد تهجير الفلسطينيين، يريد أن يدفع بالفلسطينيين خارج أراضيهم، يسعى للاستغلال الأحداث التي تحدث في المنطقة لتنفيذ حلم إسرائيل الكبرى والاستيلاء على سيناء المصرية، يجيبك على هذا السؤال. الضفة الغربية إلى الأردن. يجيبك على هذا السؤال. سؤال مهم جدا. سيد خالد كرونا باختصار شديد قبل وبدون موافقات. وهل هذا يحدث من دون أن أحصل على أي موافقات؟ هل ده مقبول؟ طيب سيد خالد كرونا باختصار ترد على ضيفي حتى تحليل السؤال. يا دكتور أنا آسف ولكن هذا القياس لا يستقيم، لأن القياس لا يستقيم لسبب بسيط، هو أن تطلعات أنا معاك إن هو لا يستقيم، بس أنا بتكلم في إن أنا أدخل بلد تانية وأتظاهر جواها. هل ده منطقي إن أنا أدخل بلد تانية؟ إن أنا أدخل بلد تانية مش بلدي وآخد معايا أعداد كبيرة وأجي لحضرتك أعمل مظاهرات جوه بلدك وعلى حساب بلدك وليس فقط جوه هذه البلد. طيب دكتور سيجيبك سيد خالد كرونا. تفضل سيد خالد كرونا تفضل. هو
القياس لا يستقيم، لأن المزاج الشعبي في مصر هو نفسه المزاج الشعبي الذي تعبر عن هذه القافلة. نحن عندما تكلمنا ثم لم يطلب أحد، ولا أظن أن أحد يتجرأ أن يطلب أن يكون طريق الحركة دون تنسيق مع السلطات المصرية ومع الأمن المصري وضمن مواصفات يمكن، يعني هذا من السهل ومن اليسير على الدولة المصرية، ونحن نعرف قدراتها وإمكانياتها. لم يتم التنسيق ولا بد من الحصول على موافقات مسبقة. لم يتم التنسيق. هل تم التنسيق؟ والدولة المصرية 4000 هل تم التنسيق؟ يا فندم ده في القافلة 80 جنسية من جنسيات مختلفة، سواء من كولومبيا، من استراليا، من امريكا، من بريطانيا. هل دول تم التنسيق مع السلطات المصرية؟ دكتور حامد فارس، نحن الآن في هذه الحلقة نتحدث عن قافلة الصمود المغاربية المكونة من نشطاء من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، وبينهم جنسيات أخرى يا أستاذ حكيم، وبينهم جنسيات أجنبية كثيرة. طيب هذا هو الذي طيب. يعني فقد أطرح عليك السؤال. طيب سيد حامد فارس، أعود إلى ضيفي. قلت لك قلق مصر مشروع، ولكن هذه القافلة تقول هيئتها التسييرية سيد حامد فارس في مخاطبتها بشكل مباشر لمصر في آخر بيان لها تقول إنها حتى تطمئن مصر، تقول إنها لا تحمل أي لون سياسي أو إيديولوجي مخصوص، بل هي قافلة شعبية مغاربية كما كان يقول ضيفي، تضم مواطنين ومواطنات من ضمنهم بعض الفاعلين المدنيين متنوعي الانتماءات. هي لا تحمل أي موقف متحيز ضد النظام المصري، ولا علاقة لها تقول بالشأن الداخلي في مصر الشقيقة. وضيفي يقول أن على مصر أن تستجيب. قال أن النظام من قال أن هناك قلق للنظام المصري؟ لعلم حضرتك الجبهة الداخلية المصرية تتوافق تماما مع القيادة السياسية فيما يتخذ من قرارات، لأن الدولة المصرية تعلم أنها مستهدفة بشكل واضح من قبل إسرائيل، وإسرائيل من الممكن جدا أن تستغل هذا الحدث وتقوم بضرب الحدود المصرية والسياج الفاصل بين قطاع غزة وبين مصر بحجة أن هناك تهديد لأمنها القومي وللجيش الإسرائيلي، وتقوم بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وبالتالي تدخل المعركة وتتسع دائرة الصراع أكثر وأكثر، وندور في حلقة مفرغة من الصراع لا يحمد عقباه، بدلا من أن تكون الدولة المصرية والجيش المصري هو جيش قوي وعلى أهبة الاستعداد في حالة إقدام إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية ومحاولة تهجير الفلسطينيين، باعتبار أن الدولة المصرية وقفت مرارا وتكرارا في وجه سواء الإدارة الأمريكية أو حكومة نتنياهو فيما يخص التهجير. وبالتالي ما هو العائد على الفلسطينيين من وجود، مش هقول 4000 يا أستاذ حكيم، هقول 40,000، هقول 4، ما هو العائد الذي سيعود على الفلسطينيين الموجودين داخل قطاع غزة من وجود هذه القافلة على الحدود المصرية؟ يجيبك ضيفي، والخشية من أن تتسع دائرة الحرب، خاصة وأن وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان قال أنه يتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول من وصفهم بالمحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية، وأن لا تسمح لهم، وهذه النقطة الجوهرية، بالقيام بما وصفها باستفزازات في محاولة دخول غزة. يقول أن هي خطوة دائما وزير الدفاع الإسرائيلي من شأنها أن تعرض سلامة الجنود الإسرائيليين للخطر ولن يسمح بها. لن يسمح بها. وضيفي يخشى من ردة الفعل. تفضل وكلمة الختام لأن الوقت داهمنا سيد كرون. يعني أنا أربأ بالإخوة المصريين أن يفكروا كما يقول إسرائيل كاتس وزير الحرب في دولة الاحتلال. هو بالعكس تصريح كاتس هذا ينبغي أن يفهم من زاوية أخرى، أنه يخاف المفاعيل الدعائية والمفاعيل السياسية لهذه القوافل، ولذلك يريد أن يختبئ وراء مصر. هو من خشيته من المفاعيل ومن النتائج التي قد تترتب، النتائج الدعائية والسياسية، وتعميق عزلة دولة الاحتلال في العالم وتحريك الشارع واستمرار هذا الوهج،
هو الذي يدعوه إلى أن يتمنى لو أن المصريين يمنعون. ثم ملاحظة أخرى فيما ورد في على لسان ضيفك الكريم، 4000 و6000 أو حتى 10,000 من الحاضرين في منطقة قريبة، في منطقة صحراوية. أنا لا يمكن لأي إنسان أن يعتقد أن الدولة المصرية بكل ما أوتيت من إمكانيات ولا ما لها من تجارب وما لها من قدرات نعتز بها ونحترمها لا تستطيع أن تنظم حركة بضعة آلاف في مكان فسيح وفي مكان رحب، ولا يمكن أن تقسطه أو تجزئه، أو هناك يعني مليون طريقة يمكن أن يسير بها هذا الأمر. القضية إذن ليست قضية تقنية، القضية بالأساس هي قضية سياسية. إما أن نعتقد وأن نفهم تماما أن الأمن القومي المصري هو أمن قومي يهم العرب جميعا، وأن الخطر عليه لا يجيء من المتضامنين مع فلسطين، وإما أن نواصل الإيهام بأن الأمن القومي المصري يهدده عرب ويهدده متضامنون ولا يهدده الدولة ولا تهدده دولة الاحتلال. كنت قد بدأت معك سيد خالد كرونة. كلمة الختام سيد حامد فارس، الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، باختصار شديد لو سمحت، انتهى الوقت. يعني أنا بقول للأستاذ خالد طبعا أنا بحترمه جدا وبحترم الشعب التونسي وبحترم كل الشعوب العربية بشكل عام، وبقول لابد أن نترفع عن الصغائر، لابد أن نبحث بالفعل على أن يكون هناك موقف قوي عربي موحد يسعى إلى ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وتنفيذ مبدأ حل الدولتين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني من أن تهدر في صراعات لا طائل ولا عائد من وراءها. كل الشكر الجزيل لكم ضيفي من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. كل شكر جزيل لك أيضا من تونس العاصمة سيد خالد كرونة الكاتب الصحفي، كنتما معنا في فقرة وجها لوجه. أهلا بكما. الاخوه الاخوات، نتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقه اليوم، ونتمنى كذلك تدعموا اخوكم عبدو لي لايك، شويه دير لي كومونتير، بارطاج اخوتي، وحنا ديما معكم بالاخبار الحصريه والاخبار المفيده وكل ما يهم المغرب والمغاربه وعاشت الصحراء المغربيه وعاش الملك وعاش جميع من يحب الصحراء ويحب الملك ويحب اخوتي. ما نطولش عليكم ان شاء الله.